بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بشكر الاباء على دعوتهم ان انا اكون معاكم دلوقتي، مع ان القداس اخذ وقت طويل. الخدمه مش النهارده، مش كده؟ الخدمه يوم الجمعه، صح كده؟ فكويس انكم يعني موجودين عشان نقعد معاكم شويه. في آية جميلة قوي بتقول: أما نحن فلنا فكر المسيح. أما نحن فلنا. أما دي بتفصل بين نوعين، نوع له فكر المسيح ونوع مالوش فكر المسيح. عشان كده لما نقول أما نحن فلنا فكر المسيح، يعني معناها احنا بنخدم مش بفكرنا لكن فكر المسيح. طب ايه هو بقى فكر المسيح؟ فكر مع بعض شوية كده. أنا كتبت 10 نقط هنقطكم النهاردة. لازم نضحكوا عشان ما تناموش، عشان تبقوا صحيين يعني. أهم حاجة الواحد يبتدي بيها الخدمة هي إيه؟ في ناس يبتدوا بالدراسة، يدرس، وطبعا which is good، يعني حلو إن الواحد يدرس. وفي ناس تبتدي بالتعارف، نعرف بعض عشان نبقى مع بعض، برضو مش وحش يعني. في ناس تبدأ بالأنشطة، رحلات، مهرجانات كده يعني، أنشطة كويسة which is good برضو حلو. لكن أهم حاجة بدأ بيها المسيح هي المحبة. المحبة، ودي واضحة قوي في كل تصرفات السيد المسيح. يعني يمشي 6 ساعات عشان يقابل السامرية، تخيلوا 6 ساعات في عز الظهر. 6 ساعات دي سفر يعني عشان يقابل السامرية، شخصية واحدة. بس لما قابل السامرية كسب أهل السامرة. ده كمان بقى في حاجة أخطر، وهي إنه قتل العداوة بين اليهود والسامريين. وقتل العداوة أحسن عمل الإنسان يعمله للمجتمع، لأن ده التمهيد لنشر المحبة. يعني مش ممكن المحبة تنتشر في وسط العداوة، مش ممكن، يا عداوة يا محبة. بيعمل ايه ده؟ بس مدير على الناس، مشكلة. ولذلك أكتر حاجة الخادم يبتدي بيها هي المحبة. أي شخص يشعر إنك بتحبه هيجيلك، لكن عايز تعلمه، نقول لك مصادر التعليم كتير. عايز تطلعه رحلة، الرحلات كتير، لكن المهم إنك تحبه. أكتر حاجة فيها ضعف عندنا المحبة، والناس مشغولة بحياتها الخاصة، الغلاء والمتاعب عاملة نوع من تحوصل الإنسان
حوالين نفسه يعني. أحسن حاجة تتقال عن المحبة هي إن الإنسان ما ينحصرش في ذاته، لكن يطلع بره ذاته، فيلاقي الكل مستنيه. ولذلك الحاجات اللي عملها السيد المسيح يعني يروح مخصوص علشان المخلع يقومه بعد كم سنة؟ 38 سنة. يعني السيد المسيح له لمسات كده مع ناس تعبانين. أسرة لعازر لما مات ليه استنى 4 أيام؟ مش عشان يتأخر عليهم، لا، كان عايز يعمل أكبر معجزاته يوم السبت، لأن كان اليهود بيمنعوا أي عمل يوم السبت. فالسيد المسيح عايز يعلمهم إن عمل الخير مطلوب يوم السبت. عشان كده عمل أكبر 3 معجزات يوم سبت. فتح عينين المولود أعمى يوم سبت، شفى المخلع يوم سبت، أقام لعازر يوم سبت. كان بيتصرف السيد المسيح بحبه للبشر، وعايز ينقلهم من معصية اليهود إلى إيمان اللي مشوا ورا المسيح. عشان كده أول حاجة نفكر فيها في الخدمة إزاي أحب ولادي اللي أنا بخدمهم، أو إزاي الخادمة تحب بناتها اللي بتخدمهم، وإزاي تعبر عن المحبة دي. الطفولة محتاجة للحضن. أحلى حاجة تقدمها لطفل إنك تحضنه وتطبطب عليه، محبة متدفقة. النقطة التانية، طب إيه دليل المحبة؟ الحضن ده تعبير يعني بسرعة، لكن أكتر حاجة تعبر عن المحبة البذل والعطاء. البذل والعطاء. أشوف أولادي محتاجين لإيه وأديها لهم، ما استناش لما هو يطلب. برضو في نسبة عالية دلوقتي بسبب الغلاء فقراء محتاجين، مين حاسس بيهم؟ لازم يبقى فيه شخص مسؤول عن الحكاية دي، وبيساعدوا مجموعات في الأماكن اللي فيها العينات دي، لأن ملهمش حد، ملهمش غير ربنا، الكنيسة. ولذلك المحبة مش بس كلام، الكلام حلو طبعا مليان محبة، وعظات السيد المسيح المليانة محبة كانت جميلة جدا. يعني شوف العظة على الجبل واخدة 3 إصحاحات، يعني ده يكفي بس الآية اللي بتقول أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. إيه ده؟ في واحد يحب اللي معاديه، اللي بيكرهه؟ أحبوا أعداءكم. ما هو لو شعر بالمحبة مش هيبقى عدو، خلاص، ما يعني انتهت العداوة، انتهت. عدد اللي المسيح راح لهم كتير قوي. وأيضا لما راح للناس بقوا يتجمعوا علشان بيديهم أكل،
تخيلوا 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال ب5 خبزات وسمكتين. العقل ما يقولش إن الخبزة تكفي 3000. 15,000، ما هم 5000 رجل والنساء زيهم والأطفال زيهم، بينما ممكن يكونوا أكتر يعني. 15,000 على 5 خبزات، ازاي الخبزة تكفي 3000 والسمكة تكفي 7,500؟ والأدهى بقى والأعجب إن اتبقت 12 قفة مليانة. هو ده العطاء. العطاء يجيب الايه؟ البركة. ده 5 خبزات والسمكتين ما يملوش قفة، لكن اللي فضل بعد ما كلوا 15,000 12 قفة. دليل المحبة. السيد المسيح علشان يبين محبتنا احتفظ بالجراحات في ايديه ورجليه، مش كده؟ اثر المسامير والحربة في جنبه. تعرفوا ليه؟ عشان طول الأبدية يقول ده دليل حب ليكم، الجراحات. طب احنا يا ترى هنقدم ايه دليل حبنا ليه؟ ايه الدليل؟ والإنسان من غير دليل هيبقى ذليل، ما عندوش دليل. نمرة 3 من أهم الأدلة على المحبة الافتقاد. إنك تروح لأولادك في بيوتهم وتشوفهم عايشين إزاي، الجو اللي حواليهم مساعدهم على إيه طبيعة الأسرة اللي منها الأولاد اللي أنت بتخدمهم، الأسر دي شكلها إيه؟ لأن ممكن تخيل واحد بيكتب وجنبه واحد بيمسح، يجي الولد تديله كلام ودروس ويروح البيت يتكنسل، يتعمل له كانسلينج. طب ده يبقى فايدة اللي بنعمله ايه؟ ولا حاجة. زي واحد يبني دور تاني يوم الصبح يلاقيه ايه؟ مهدود، عمره ما هيبني. يبقى أول حاجة نقدمها المحبة، والله محبة، وإذا قدمنا المحبة نقدم كل شيء. دليل المحبة البذل والعطاء، وأول حاجة تبان فيها محبة الخادم لأولاده افتقادهم في البيت، الافتقاد. طب يا ترى مين يحتاج اهتمام أكتر من التاني؟ دي النقطة الرابعة بقى، النظر إلى المحتاج أكثر من غيره، الأكثر احتياجاً الأولى بالرعاية، الأكثر احتياجاً. وكمان عشان نعرف نوع الاحتياج ده، عايز يعني الواحد يبقى قريب قوي من الشخص عشان يعرف نوع احتياجه يعني. السيد المسيح اهتم بالسامرية واهتم بأسرة لعازر، ده اهتم برئيس العشارين زكا لأنه طلع على الجميزة، كان قصير مش جمع بيداري على المسيح، ما كانش عارف يشوفه، فطلع على الجميزة عشان يشوف المسيح. الفكرة رئيس العشارين ده كان منصب كبير يعني، زي دلوقتي مثلا الضرايب، اللي بيمسك مدير عام ضرايب أو كده يعني،
منصب كبير يعني، ويطلع على الشجرة ويقعد على فرع منها عشان يشوف المسيح. عشان كده السيد المسيح اهتم بيه جدا، وقف وقال له زك أسرع وانزل، لأني ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. مش قال له هزورك، أمكث، هقعد. طبعا اليهود قاموا على المسيح ازاي يدخل بيت عشار أو رئيس عشارين، يدخل إلى بيت رجل خاطئ وكأنهم بلا خطية يعني. كمان الأب اهتم بمين من ولاده، الضال أكتر ولا اللي قاعد معاه أكتر؟ الضال أكتر، مع إن اللي مقيم معاه كان ضال برضه يعني. ده ما كانش عايز يدخل لما عرف إن أخوه جه. طلع له أبوه يقول له كل ما لي فهو لك، أنت خايف على نصيبك بتاعك، محدش هياخده. لكن كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. عشان كده احنا كخدام لازم نعتني جدا بالأكثر احتياج، الأكثر احتياج. يعني في بنت مثلا، في أولاد وبنات عندنا في الخدمة، مثلا مامته كانت مريضة وتوفت مثلا، يعني ده عايز ايه؟ فقد حنان الأم. وهكذا مثلا حد عنده شخص عزيز عليه مريض، طب أشوف ازاي أساعده. عندنا في الإبرشية عاملين حاجة اسمها مركز الرجاء، يساعد المرضى الذين ليس لهم رجاء، ويدوهم أدوية ويدوهم اهتمام في المستشفيات وكده يعني. ومسكوا أب كاهن وبيساعدوا من كل كنيسة شخص علشان يبقى حلقة صلة بين المركز الرجاء وبين الكنيسة يعني. نمرة 5، لما نختلف في حاجة نحتكم لمين؟ يعني فرضا اختلفنا مثلا في ان الأطفال الصغيرين من حضانة لسنة 3 ما ياخدوش دروس، كانوا يتفرجوا على أفلام، يسمعوا حاجات كده تصلح فكرهم لو في حاجة غلط. يعني يقول لك أنا هقف أكلم عيال 3 سنين و4 سنين و5 سنين، ويبتدي أولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي، في بيهملوا من حضانة لتالتة ابتدائي، ده مش ملهمش وجود في الخدمة. بينما تكوين الشخصية في ال5 سنوات الأولى، تخيلوا شخصية الإنسان بتتكون في ال5 سنوات الأولى اللي احنا ما نفكرش فيه ان احنا نعمل حاجة. شخص عدواني، موسى الأسود كان شخصية عدوانية. ليه؟ لأنه هو صغير كان بينضرب، في قسوة في المعاملة، فطلع رئيس عصابة، رئيس عصابة، وكان بيعبد الشمس. وفي يوم كده لقى هاتف بيقول له ما تسأل الشمس دي إله ولا لأ. فقال لها إن كنت إله قوليلي، ولو في إله غيرك عايز أعرفه. فجاله صوت من السماء قال له اذهب إلى وادي النطرون وأنت تعرف من هو الإله الحقيقي.
تخيلوا بقى رئيس العصابة ده اللي كان قاسي جدا، طلع أنبا إيسيزوروس من الدير لقاه ساجد وعينيه بالدموع مغرق المنطقة اللي ساجد فيها. ايه ده؟ هذا الإنسان القاسي المجرم رئيس العصابة بيملى الدنيا بدموعه. تغيير كلي. وصار الأنبا موسى الأسود. البابا توفيلوس لما راح زار البرية وجابوا له أنبا موسى عشان يرسمه، حب يختبره يعني، قال لهم: من أتى بهذا الأسود إلى هنا؟ ده ما ينفعش، اتفضل. طردوا وقصد يجربه يعني، شوفوا هيعمل ايه. فطلع الأنبا موسى يقول لنفسه: حسنا فعلوا بك يا أسود اللون يا رماد الجلد، ليس مكانك بين البشر لكن بين الحيوانات اللي في البرية. الأعجب بقى إن بعد شوية البابا قال لهم: ما تجيبوه بقى عشان نرسمه. العجيب إنه رجع. أي واحد ينطرد يقول لك: لا مش عايز. كونه يرجع تاني هو ده الاتضاع بقى، إنه قبل المهانة. ورسموا ولبسوا اللبس الأبيض بتاع الخدمة، والبابا توفيلوس قال له: ها قد صرت كلك أبيضا يا أنبا موسى. نمرة 6 في نقطة مهمة قوي وهي لابد من آلام في الخدمة لكي نخلص نفوسا للمسيح. يعني ممكن الواحد يشوف متاعب في الخدمة، فيه كتير قوي يعني. السيد المسيح خلصنا من خلال ايه؟ آلامه. فأوضح أن الألم هو أكبر وسيلة وأقوى وسيلة لخلاص النفس، نفس المتألم واللي بيخدمهم. لكن لو الدنيا يعني ماشية كده كويس وكل حاجة يعني مثالية، طب يبقى احنا لازمتنا ايه؟ ولازم ربنا يسمح بحاجات عشان يشوف احنا هنعمل ايه. فالآلام مهمة جدا لخلاص النفس. وعايز اقول حاجتين على الآلام. مش شرط تكون آلام جسدية، لكن ممكن تكون آلام نفسية. يعني مثلا في كنايس ما يهتموش انهم يفكروا ازاي يشدوا الأطفال، فيبقى الخادم لوحده عمال يحفر في الأرض علشان يعمل حاجة ومش عارف. في كنايس كده يعني. لكن نشكر ربنا معظم الكنايس عندنا تهتم جدا بالطفولة، تهتم جدا بالأولاد والبنات الصغيرين عشان يحسوا أنهم أعضاء في الكنيسة، عضوية الكنيسة. من ساعة ما بيتعمد ويطلع من المعمودية بقى عضو في الكنيسة. والكنيسة هي جسد المسيح، مش كده؟ أو الجسد اللي رأسه المسيح. فكلنا أعضاء في الكنيسة اللي رأسها المسيح، ودي أقوى علاقة مع المسيح. يا ترى أنهي كان أقوى في التأثير، الآلام ولا القيامة؟
الآلام مشكلتها انها بتفشكل الدنيا يعني، فالتلامذة اتفرقوا والحكاية. فترة الآلام دي المسيح لما قام ملقاش حد، يا دوب التلاميذ والمريمات خلاص. لكن في الظهور العاشر ظهر لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق ومنهم من قد رقد. اتكلم عنها معلمنا بولس في كورنثوس الأولى 15. ظهر ل500 أخ. طب ال500 جم منين؟ نتيجة الظهورات اللي قبل كده. فالقيامة تجمع، الآلام تفرق، والقيامة تجمع. والصعود هو بقى ده اللي بيخلي الإنسان له مكان في السماء حتى لو لسه على الأرض. ينبغي في كل قداس وكل صلاة وكل خدمة إن فكرنا يكون في السماء مش في الأرض، في السماء. عشان كده الصعود خليته رقم 8، لأن الصعود للأبدية، والأبدية فوق الزمن، والرقم اللي فوق الزمن هو 8 بعد 7 اللي هي الأسبوع، الوحدة الزمنية. فرقم 8 ده فوق الزمن. فالصعود ليعد لنا مكانا في السماء، ده فوق الزمن بقى. مفيش زمن في الأبدية، مفيش. والأرواح اللي في الفردوس دلوقتي برضو مش حاسين بالوقت ولا الزمن، لأنهم في تسابيح مستمرة وفي حياة روحية قوية جدا جدا. نمرة 9 عندنا مشكلة وهي التحضير. في ناس ما يهتموش بالتحضير، بينما التحضير مهم جدا جدا جدا. هي دي الحاجة البسيطة اللي ربنا بيبارك فيها. يعني دي تعتبر الخميرة بتاع التعليم اللي أنا هقوم بيه. فعشان كده نصيحة الواحد ما يتكلمش إلا لما يحضر ذهنه ويشوف هيستخدم في الكلمات اللي هيقولها. آخر حاجة عشان ما أخركوش، المستوى المتزايد في الروحيات. يعني لازم الواحد يتابع نفسه، روحياته بتزيد ولا بتقل؟ طب ازاي يعرف انها بتزيد ولا بتقل؟ أبونا الروحي، قانون الروحي. كلام جميل يا روحي. القانون الروحي كويس يعني، بس كلمة قانون بتديله صفة انه بيتعمل غصب عن الواحد. يعني احسن نقول النظام الروحي، لكن القانون ده يعني نعم. حد سامع؟ الثمار الروحية يعني. هو في 3 علامات بتبينوا ان الانسان مستواه الروحي بيزيد. لعل اول حاجة نوعية صلاته. تعرفين ان الصلاة 3 مستويات: الطلبة، الاحتياجات يعني، ودي برضو حاجة كويسة مش وحشة، ان انا اطلب من ربنا اللي انا محتاجه. اطلب من مين يعني؟
كويس؟ ولما ياخد الطلبة تتحقق يصل إلى مستوى أعلى وهو الشكر، يشكر على العطية اللي خدها. لكن الأعلى بقى قوي تسبيح، مش مرتبطة بالعطاء والكلام ده، مرتبطة بصفات الله التي تسبحه الملائكة بسببها والبشر أيضا. القداس الغرغوري بقى مليان حاجات جميلة في البرانش ده يعني مهم قوي. تسبيحة جميلة قوي قوي. أعتقد بيعملوا التسبيحة هنا مثلا بعد عشية السبت مثلا أو الخميس أو كده، ليلة قداس يعني، صلاة نص الليل والتسبيحة، حاجة جميلة قوي قوي. الإنسان يبقى واقف كده مش على الأرض، مش حاسس إنه على الأرض. ده برضو بتدي علامة إن المستوى الروحي بيرتفع يعني. كمان احتمال المتاعب، احتمال المخطئين. يعني في واحد لو اتقال عليه حاجة يزعل قوي، يقول أنا يتقال عليا كده، ويثور بقى لكرامته يعني. وفي واحد يتبسط إنه اتقال كده، لأن ربنا هيكافئه على المهانة دي يعني في ناس تفضل أن تهان من أجل اسم المسيح وتاخد بداله مجد في السماء أحسن من التكريم والكرامة اللي تضيع الأجر. فكل ما الإنسان مستواه الروحي بيعلى ما يدورش على كرامة خالص ولا يهتم بكرامة، لكن كل اهتمامه ازاي يحتمل الناس، ازاي يرفع من مستوى احتماله وكمان من مستوى روحيات الناس. كنت شايفين دلوقتي يعني الكنيسة حاجات كتير يقولوا عليها في الكنيسة، في ناس يقولوا كلام مش لائق على شخصيات في الكنيسة وكده. طبعا احنا لا نوافق على هذا الأسلوب، أسلوب ما نقبلوش يعني، لكن بنحتمله، مفيش مشكلة يعني. لا تفرح بالمديح ولا تحزن على المهانة، فالمهانة تعطيك كرامة ومجدا أكثر من الكرامة اللي أي حد هيديها لك. يعني إن كنتم لا تحتملون التوبيخ فأنتم نغول لا بنون، مش كده؟ بولس الرسول قال كده. نغول يعني أبناء غير شرعيين، يعني نغول لا بنون. يا ريت نتعود إن مفيش حاجة تأثر فينا خالص، تزعلنا يعني، أقصد مش تأثر فينا روحيا، لا، يعني نتأثر روحيا وننمو روحيا ونرتفع روحيا، لكن يكون لينا دايما البعد الروحي مش الكرامة الذاتية، يعني إنما ملهاش فايدة الكرامة. أي سؤال بقى في خدمتكم يعني.